اهلا بكم على قناه البورصاجي. النهارده انا هعمل فيديو سيت اب من اهم السيت ابس اللي انا اصلا شخصيا بشتغل بيها، لان السيت اب ده سهل وبسيط، والمفروض ان اي حد مبتدئ في التداول هيعرف ازاي يشتغل بيه. هخلي الفيديو قصير علشان بس اخش في الموضوع على طول، مش عايز اقعد احكي واضيع وقت في كلام ملوش لازمه. انا دلوقتي فاتح الشارت بتاع الجولد، اوكي، زي ما انتم شايفين هنا جولد فيرسس اليو اس دولار. انا كل السيت اب اللي انا عايز اعمله او الحاجه اللي انا عيني عليها، انا فاتح الفور اور شارت، اوكي. يعني اول ستيب كده معايا واحده واحده، تيك نوت كده. اول حاجه بفتح الشارت بتاع الفور اورز واسبوت اي فير فاليو جاب زي دي على الفور اورز، اوكي. دي تاني خطوه. يبقى اول خطوه بفتح الشارت على 4 اورز، بسبوت فير فاليو جاب زي دي على الفور اورز تايم فريم، واشوف البرايس بيعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده البرايس هنا في حاله صعود، اوكي. فوانس اللي انا بس بعلم على الفير فاليو جاب دي، الفير فاليو جاب دي بعد كده انا هستخدمها ليه؟ لدخلاتي، اوكي. اول ما اتعلم على الفير فاليو جاب على الفور اورز، عايزك تنزل لل 15 مينتس على اللو تايم فريم. فين الفير فاليو جاب على الفور اورز؟ طلع عمل لي فير فاليو جاب عظيمه. نزل هنا عمل لي تيست للفير فاليو جاب. هقول لك بقى ازاي تستخدم الهاي تايم فريم اللي هو الفور اورز ودخلتك من ال 15 مينتس او ال 5 مينتس عشان تتارجت ليكويديتي. هي ده السيت اب بكل بساطة ومن غير اي تعقيد، وحاجة كده سلسة علشان الناس تفهم ايه ان انت مش مضطر تبذل المجهود الكبير في التريدنج علشان تطلع منه فلوس. تمام. انا هنا لو انا في التريدة دي كده، انا دلوقتي مستني ايه؟ مستني اشوف البرايس هيعمل ايه في الفير فاليو جاب دي. بص البرايس تقريبا اولموست نزل للنص. الفير فاليو جاب الخط الاحمر ده تقريبا نصه. فده يديني انديكيشنز ان البرايس ما عندوش ويلنج ان هو حتى يكمل الفير فاليو جاب للاخر. شايفين قاعد يلعب بس في الايه، في النص اللي فوق بس. ده نزل عمل تيست وراح طلع مره واحده عمل لي شيفت في الماركت ستراكشر هنا. ده كده شيفت في الماركت ستراكشر. يعني ايه شيفت في الماركت ستراكشر؟ يعني ده يديني سكند كونفirmation ان البرايس بتاع الجولد مش ناوي يكمل نزول. ليه؟ لان هو وينس هنا نزل عمل ريبرايسنج في الفير فاليو جاب على الهاي تايم فريم وراح قلب وطلع كسر لي ماركت ستراكشر على 15 مينتس. انا جاي لك كل حاجه بالارقام ودقيقه اهو. وانس اللي انا شفت المنظر ده على ال 15 مينتس، شفت راح عمل كسر الماركت ستراكشر وراح رجع لي بيعمل شويه ريتريسمنت، قاعد يتريس. انا هنا ابتدي احضر تريتي من فين؟ هحضر تريتي من هنا. دي بالنسبه لي كده الاوردر بلوك. خلينا احط خط هنا، ده الاوردر بلوك اللي انا هخش منه. ده كده الاوردر بلوك بتاعي. هخش من هنا، هحط الستوب لوس بتاعي هنا، هتارجت الليكويديتي دي، لان في ناس هنا كتير حاطه الستوب لوس بتاعها. طبعا اللي حضر الفيديوهات عارف يعني ايه ليكويديتي، مش هشرحها تاني. بس عشان اوريك شكل التريده في الاخر هيبقى عامل ازاي، انا متارجت من هنا، هحط الستوب لوس بتاعي هنا عند اخر الوكايه دي كده، هتارجت الحته دي كلها، الليكويديتي دي كلها. خلينا نشد. شايفين التنظيم في السيت اب عامل ازاي؟ ستيب باي ستيب، ما فيهوش اي تعقيد. يعني تفتح الشارت بتاعك، تتارجت الفور اورز، تفتح الفور اورز تشوف فين الفير فاليو جابس. شفت فير فاليو جاب عظيمه زي دي، شفت البرايس احترمها، قاعد يلعب في النص اللي فوق، ما رضاش حتى ينزل للنص اللي تحت. واول ما نزل النص اللي تحت اللي فوق ده، راح عمل شيفت في الماركت ستراكشر. اول ما يعمل شيفت في الماركت ستراكشر يعني يكسر لك هاي زي دي ويقفل فوقيها، لازم يقفل فوقيها مش وكايه بس. هنا تبقى عينك على الاوردر بلوك او الفير فاليو جاب دي. قعد البرايس ياكيوميليت، عمل طبعا شويه اكيوميليشن، وراح هوب مره واحده طلع اصطاد الناس اللي حاطه الستوب لوز اللي فوق. سؤال بقى، هل انتوا شايفين ان سيت اب زي ده ما يستحقش ان الواحد يقعد يذاكره، وما يستحقش ان الواحد يفضل يدور وراه ويفتح الشارت بتاعه ويقعد يعمل اناليسز ليه؟ في انا فاتحه مثلا على الجولد والدولار. انت لو رحت على اليورو، رحت على الين، رحت على اي حاجه حتى اليو اس سات او الناسداك واليو اس 30، هتلاقي نفس السيت اب. اصل دي الجوريزم. بس اهم حاجه تبقى ظابط انت عايز تعمل ايه. يعني انت محدد الفير فاليو جاب دي وقاعد مستني ايه؟ مستني اشوف البرايس فعلا هل هي عايز يكمل. ممكن البرايس يفضل يكمل لتحت. خلاص ما بعملش حاجه، ما فاين، مش تريده. بس انا اول ما اشوف المنظر ده ان هو نزل وما رضاش حتى يوصل للنص، وراح
قلب بسرعه كسر لي ماركت ستراكشر، انا هنا بحضر التريده بتاعتي. ليه بحضر لان دي بيسموها هاي probability تريدنج، يعني دي تريده هاي probability، او ان هو عايز يطلع يجيب الناس اللي هنا. لان وانس ان ده نزل لي هنا وقعد ياكيوميليت هنا شويه، يبقى انا اتوقع ان الليكويديتي اللي فوق دي هتتجاب قبل ما يحصل اي حاجه تاني. وده اللي حصل فعلا، قعد ياكيوميليت ياكيوميليت ياكيوميليت، وانا لو حاطط التريده بتاعتي هنا وحاطط الستوب لوز بتاعي هنا متامن، يبقى انا التارجت بتاعي هنا سهل وبسيط وحاجه كده، يعني سيت اب في الهادي منه جدا يعني. اتمنى يكون السيت اب ده مفيد ليكم. اللي محتاج اي حاجه اكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.